الباتيه من المعجنات السهلة البسيطة اللي كمان مش هتاخد منك وقت. بأقل كمية من الدقيق وأقل المكونات هنقدر نعمل حوالي 12 قطعة بالحجم الكبير ده. يعني سواء بقى بتشتريه من المخبز أو هتشتريه جاهز، يعني القطعة هتبقى بمبلغ. احنا هنعمله النهاردة بحوالي 400 جرام من الدقيق وشوية حاجات بسيطة جدا من مطبخك، وهيطلع بالشكل العظمة ده. سواء بقى هتحشيه شوكولاتة، هتعمليه بالجبنة زي ما تحبي. المهم الحشوة دي تناسب أولادك يعني ويكونوا بيحبوها. وكمان العجينة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة، وهتناسبك في عمل معجنات كتيرة جدا غير الباتيه. اللي أول مرة يشوفني، أنا سمية من مطبخ مصر. ياريت بعد إذنكم تدعموا الفيديو باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شايفين الباتيه بتاعنا مورق وجميل ازاي؟ شايفين الشوكولاته سايحه كده وجميله فيه، حاجه كده في منتهى العظمه. حتى الباتيه بتاع الجبنه كمان شايفينه قد ايه جميل، وقد ايه التوريقه بتاعته باينه وظاهره. في طرق تانية ابسط من كده، يعني مش محتاجه توريقه، هنعملها برضو ان شاء الله في فيديو تاني. بعد الصلاه والسلام على رسول الله هنبدا الفيديو. في الاول كده انا هجيب كوبايه من الميه. احنا هنستعمل الكوبايه المج العادي بتاعنا اللي في البيوت كلها بتاع الشاي. هنحط بقى مع المية دي معلقتين كبار من السكر بالمعلقة بتاعت الأكل بتاعتنا، ومعلقة أو 2 من اللبن البودرة، وده لو متاح عندك. ممكن كمان تحطي مع يعني بدل المية يبقى نص مية ونص لبن. هنحط بيضة، وهنحط معلقة كبيرة من الخميرة. طبعا كل المكونات دي أنا هجمعها لكم تاني في صندوق الوصف. هحط ربع كوباية من الزيت، يعني كوباية مية، معلقتين سكر، معلقة خميرة، بيضة، ربع كوباية من الزيت، ربع معلقة صغيرة، ربع معلقة أكل من الخل. وده يعني ايه؟ بيخلي العجينة معاكي كأنك حطيتي لها محسن، وبيخلي القلب بتاع العيش حلو كده ولونه أبيض. تمام كده. كل الحاجات دي هنقلبها مع بعضها كويس. طبعا حطينا ربع كوباية من الزيت. زي ما بقول لكم كده، انا هحط لكم المكونات في صندوق الوصف علشان اللخبطه. عندي بقى 400 جرام من الدقيق، حطيت عليهم رشة الملح، وهنبدأ نحطهم في العجانة. يعني الأول كوباية مية، معلقتين من السكر، بيضة، ربع كوباية زيت. طبعا حطينا شوية من الخل معاهم، وهنبدأ نعجن المكونات دي كلها كده في العجان. انا حطيت معلقة لبن بودرة، وده اختياري، لو مش حابة تحطيها خلاص يعني تكتفي بالمية. حابة تخلي المية دي نصها لبن ونصها مية، مفيش اي مانع. العجينة لو حسيتي ان هي بتلزق منك، احنا مش عايزين عجينة بتلزق، ممكن تزودي معلقة او 2 دقيق لغاية ما العجينة تتكتل وتبقى كتلة واحدة زي كده. بس في نفس الوقت احنا عايزينها طرية وبتمط كده زي الاستك علشان تتحمل معانا الفرد بعد كده. طلعي العجينة تحطيها في بولة وتغطيها بالاسترتش وتسيبيها لما تخمر. انا سبتها حوالي نص ساعة ووصلت معايا بالشكل ده. هنبدأ بقى نشيل الاسترتش اللي عليها، ونبدأ نحطها على الرخامة. هجيب كده بقى القطعة اللي هقطع بيها، وهعمل العجينة دي 4 من الكور. هتبدأي تلمي الكورة كده وتقفلي كل التقفيل بتاعها لتحت، يعني تلفيها كده على المفرش تبقى سطحها أملس، وتكملي ال4 كور بنفس الشكل، وتغطيهم كده بكيس وتسيبيهم يدوب 5 دقايق العجينة ترتاح عشان تبقى سهلة عليكي في الفرد. بعد ال5 دقايق كده بقى ما هيفوتوا، هنبدأ ان احنا نجيب المفرش التاني ونرش رشة بسيطة كده من الدقيق سواء فوق وتحت، ونبدأ ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا. طبعا بقى بالنشابة او بايدك او بالمردانة او اي حاجة. احنا عايزين الشكل بتاعها كده يبقى مستطيل. وهجيب عندي زبدة، يعني تقريبا اخدت 60 جرام من الزبدة. الزبدة دي يعني هي طبعا بتنقل المعجنات في حتة تانية. يعني انا ما جربتهاش بصراحة بالسمنة علشان يعني احكم عليها، انما هي ممكن تتعمل بالسمنة. انا هحط زبدة، وطبعا اي نوع زبدة عندك. يعني انا حاطة زبدة فرن، وهي دي اللي انا بستعملها في معظم الوصفات. ونبدأ نفرد الجزء التاني ونحطه. ممكن تدهنيه قبل ما تنقليه، وممكن تدهنيه بعد ما تحطيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ونبدأ نفرد التالتة، وهكذا لما نفرد ال4 طبقات اللي احنا قطعناهم. المهم ان احنا نحاول ان الشكل يبقى يعني مستطيل على قد ما نقدر. وطبعا احنا لسه هنسويه تاني وهنقطعه بالسكين. كده 3، عايزين كمان الرابعة.
نبدأ نفردها برضو بنفس الشكل اللي احنا شغالين بيه. طبعا العجينة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تحت ايدي بتجري، لانها اخدت وقتها وارتاحت، وما شاء الله الخميرة شغالة فيها كويس. ده هدهنها كمان بالزبدة. المفروض ان يعني لو انت هتتلخبطي ما تحطيش الاخيرة دي عليها زبدة، انما احنا كده هنقطعها نصين زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هنحطهم فوق بعض. هنخلي اللي تحت دي اللي من غير زبدة هي اللي هتبقى على الوش. تمام. وبعد كده ترشي رشة دقيق عليها من فوق، ورشة كده على المفرش، وتغطيها بالمفرش كويس، وهتدخليها التلاجة يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة، مش اكتر من كده. بعد كده بقى انا عندي شوكولاتة سما، ودي شوكولاتة بالحليب. هبدأ ان انا اجيبها كده، هي بدرجة حرارة المطبخ، وهبدأ ان انا اقطعها قطع كده بحيث ايه، يعني المكعب بتاعنا او المربع بتاعنا هنقسمه اتنين، والجزء من كل جزء من اللي انا قطعته ده هيكون كافي جدا جدا في قطعة الباقي. هنجيبه بقى من الفريزر بعد كده، وهبدأ بقى احطه تاني على المفرش، وهبدأ ان انا افرده كده بايدي، وبعد كده يعني بالنشابة بتاعتي زي ما احنا شايفين. اهم حاجة ان احنا نحاول ان الشكل بتاعنا يبقى مستطيل، ونفرد بالراحة كده لغاية ما يبقى قد المفرش السيليكون. يعني الحجم ده مناسب جدا لقطعة العجين. هبدأ بقى كده اجيب القطاعة وابدأ اساوي الاطراف بتاعتي. طبعا الجزء اللي هيخرج ده احنا برضو هنحطه تاني مع العجين. طبعا كمان احنا شايلين اطراف بسيطة جدا، بس ممكن في القلب كده وانتي بتلفيها تحطي الاجزاء دي، هي مش هتبان في القلب، ولكن بتخلي الطرف كده شكله يعني منتظم معاكي. هتبدأي بقى ان انت تقطعيها الاول نصين، وبعد كده تاخدي كل نص تقطعيه، هتبقى كده يعني 12، كل ناحية هتقطعيها 6 قطع. بعد كده بقى تبدأي تحطي الجبنة، تبدأي بقى تلفي رول كده بالراحة. طبعا لو في جزء لازق هتخرجيه بالراحة كده وتحركيه. طبعا احنا رشين رشة بسيطة من الدقيق فمش هيلزق ان شاء الله. تقفلي كده من تحت والشكل بقى منتظم معاكي كده وتمام. هي ممكن الطروف هي اللي بتبقى فيها تلزيق شوية، وبعد كده الرول بيمشي معانا عادي. اهم حاجة ان احنا نديله التقفيلة دي علشان ما يفتحش مننا، وكمان احنا هنحطه على الجزء ده يخلي الحتة المفتوحة دي لتحت. بعد كده هنعمل بقى اللي بالشوكولاتة، وهنبدأ بقى نحطهم في صاج. الصاج ده انا عطياله رشة بسيطة كده من الزيت ومسحاها بمنديل، وكده تمام معايا. وهسيبه بقى مع نفسه كده شوية لما يخمر. هنغطيه بمفرش بلاستيك او بحاجة كبيرة نحطها فوقه. وبعد كده عندي بيضة هقلبها كويس جدا، وهبدأ ان انا ادهن بيها. نحاول على قد ما نقدر كده ان احنا ما نوقعش، وطبعا ده طبعا احنا ما نقدرش نعمله. بعد كده هنجيب المنديل، للاسف يعني لازم نوقع، ونبدأ نمسح بقى البيض الزيادة اللي عندي، وبعدين هحط رشة سمسم كده على الكمية كلها. طبعا انا يعني عملته النهارده معظمه بالجبنه، والشوكولاته دي انا هحطها في وصفه تانية، ولكن انا عملت كام قطعه برضو بالشوكولاته. فانتوا ما تلتزموش بقى بحشوه معينه، شوفوا الحشوه اللي انتوا تحبوها والتزموا بيها. انا حبيت اوريكم ان ده ممكن وده ممكن. بس بعد كده بقى دخل عندي الفرن على 200 درجه، حطيته في اول رف من تحت، وكنت مشغله الشوايه يدوب او خد لون معايا وطفيت الشوايه. وممكن ما تشغليش الشوايه خالص وهو ياخد اللون من فوق ومن تحت، بس تكوني مشغله المروحه. اول ما يخرج هاتي كده حته من الزبده الدايبه، وبالفرشه كده ودهيني بيها كل قطع الباتيه اللي عندك علشان ياخد اللمعه الجميله اللي احنا شايفينها قدامنا دي. بصراحه الطعم والريحه في منتهى الجمال، حاجه كده فعلا عظمه. يا سلام عليها بقى كده مع كوبايه الشاي، ولا كوبايه شاي بحليب، ولا وقت كده يعني الولاد وهم نازلين ياخدوا منها في اللانش بوكس كده، مع كب كيك، مع قطعة نايتي، مع اي حاجة حلوة كده انت عاملاها من ايديكي. يعني حاجة في منتهى الجمال. في ولاد مش بيحبوا السندوتشات، فدي بتكون بديل، وفي نفس الوقت يعني جميلة. حتى الكبير والصغير بيحبها، مش شرط الاولاد بس. خلصنا بقى الكمية بتاعتنا، حاجة كده جميلة جدا زي ما احنا شايفين. الكمية طلعت لي 12 قطعة، سواء اللي معمولة بالشوكولاتة زي ما احنا شايفينها كده،
مورقة وقلبها جميل والشوكولاتة سايحة جواها. ممكن طبعا تعملي نوتيلا وتجمديها، يعني تعمليها بكيس الحلواني صوابع كده على قد الحشو، وتجمديها في الفريزر وتطلعيها تحشي بيها، لان ما ينفعش تحشي بيها وهي سايحة كده، بتبقى جميلة برضو. وفي نفس الوقت يعني كل الولاد بتحب النوتيلا. فانتي هتعملي الباتيه وهتعملي الحشوة بتاعتك اللي انتي بتحبيها واللي هتمشي مع اسرتك. وكده النهاردة الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى منكم ان شاء الله اللي يعجبه الفيديو يدعمني باللايك، ويا ريت تشتركوا كده كلكم في القناة وتنوروني وتشرفوني. وانا طبعا بشكركم جدا جدا، لان الحمد لله انا راضية جدا عن القناة، وراضية جدا عن نسبة المشاهدات اللي فيها. وان شاء الله انا مش هكبر غير بيكم، ودعمكم هو اللي هيوصلنا وهيخلي قناتنا تتشاف. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.